مساء الخير على حضراتكم. حابب اني اكلم حضرتك واقول لك خد بالك لو حضرتك عندك قضية سياسية وسافرت خارج مصر، حتى لو حضرتك خدت براءة فيها، بيترتب عليها ان حضرتك لازم بتراجع الامن الوطني المصري علشان تحدد وضعك ماشي ازاي. يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك المفروض في القضايا السياسية ان حضرتك في الاساس فيها خدت فيها براءة، ومع ذلك في بعض الاحوال بنفاجأ ان حضرتك عليك حظر لبطاقة الرقم القومي، ولما تيجي تتوجه الى العباسية علشان تفك هذا الحظر بتلاقي ان موجود على حضرتك نقطة حمراء وبيقول لك لابد ان حضرتك تراجع الامن الوطني. طبعا حضرتك بتفضل تسأل هل الامن الوطني يقدر يعمل لي حظر على البطاقة؟ نعم يقدر يعمل لك حظر على بطاقتك الشخصية او بطاقة الرقم القومي. طيب تتفك ازاي؟ احنا عندنا حلين، يا اما حضرتك محكوم عليك وما زال هذا الحكم مفتوح، مش هتقدر انك تفتح هذا الحظر الا لما تتبرأ من التهمة الموجهة الى حضرتك. او الحالة الثانية حضرتك عليك حكم وخدت براءة بالفعل، يعني عملت اعادة اجراءات مثلا او من اول درجة خدت براءة امام القاضي الجزئي او امام محكمة اول درجة وخدت براءة، وفي الحالة دي حضرتك المفروض انك بتراجع مع الامن الوطني اوضاعك الحالية بعد البراءة، لان المفروض ان الامن الوطني هو اللي وجه لك هذه التهم الخاصة باحدى التهم الموجودة في القانون المصري زي جرائم التخابر او التظاهر او ايا ما يكون. مش عايز استعرض كتير عن القضايا السياسية وهي معروفة. ايا ما يكون وضع هذه القضايا حضرتك المفروض انك خدت فيها براءة لازم تراجع الامن الوطني، وغالبا بيبقى تقرير او بحث حالة لحضرتك او انهم بيراجعوا معاك بعض الامور الخاصة بيتأكدوا فيها انك غير منضم لاي جماعة من الجماعات الارهابية المصنفة في مصر. فالموضوع بسيط، حضرتك مش محتاج انك تقلق، محتاج ان حضرتك تنظم اوضاعك حماية لك ولأسرتك. واشكرك شكرا جزيلا.